اوعي يا بنات تتجوزوا علشان عايزه تلبسي فستان الفرح وترقصي مع صحباتك، اوعي يكون ده هدفك بس. والشباب والبنات ما تدخلوش في الجواز عشان كل اصحابكم اللي حواليكوا اتجوزوا وانتوا لسه قاعدين، او علشان سنكوا كبر واهاليكوا بتضغط عليكوا. لو سألتكم ايه المعيار اللي بتختاروا بيه شريك حياتكم، هتلاقي ناس بتختار على اساس الشكل، وناس تانية بتختار على اساس الفلوس، وناس تالتة خالص بتختار على اساس الاخلاق. في ظل نسب الطلاق اللي ارتفعت بشكل مش طبيعي الفترة الأخيرة، مرحلة الخطوبة بقت أخطر مرحلة في الجواز، لازم فيها ندقق كويس ونختار صح. المرحلة دي مرحلة اختبار، هنقدر نتوافق مع بعض، هنقدر نتونس ببعض، هنعرف نختلف مع بعض. بلاش نقضيها لاف بامينج عشان ده هيجي بعدين. بس الصح ركز الأول، الشخص ده المناسب ولا لأ. اوعي يا بنات تتجوزوا علشان عايزة تلبسي فستان الفرح وترقصي مع صحباتك، اوعي يكون ده هدفك بس. والشباب والبنات ما تدخلوش في الجواز عشان كل اصحابكم اللي حواليكوا اتجوزوا وانتوا لسه قاعدين، او علشان سنكوا كبر واهاليكوا بتضغط عليكوا. في 6 معايير للاختيار. اول حاجة التكافؤ النفسي والأهداف المشتركة، وهنبدأ بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم قصة حب في التاريخ. 2 فاهمين بعض، 2 عارفين هم عايزين ايه وعندهم هدف مشترك في الحياة. السيدة خديجة بنت خويلد كانت تاجرة شاطرة جدا، كانت عندها شرف ومال، كان لقبها الطاهرة في الجاهلية، كانت بتستأجر الرجال عشان يتاجروا بمالها. سمعت عن صدق وأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه الخروج بمالها للشام. ورغم الفرق السن اللي بينهم، هي كان عندها 40 سنة والرسول كان عنده 25 سنة. لاحظوا الحتة دي عشان هنرجع لها بعدين. هي كانت ذات مال، إلا إن النجاح الباهر اللي حققه النبي صلى الله عليه وسلم في تجارتها خلالها الأرباح مضاعفة، وكمان أمانته اللي نقلها ليها ميسرة اللي كان الغلام بتاعها خلتها عايزة تتجوز منه. اتجوزها الرسول وعاشوا مع بعض 25 سنة في سعادة وانسجام تام. ما اتجوزش عليها، شغل التجارة بتاعتها لأكتر من 2 السنتين دول كانوا بالنسبة لأمنا خديجة اختبار ليه. لما شافت فيه صفات الراجل المسؤول الكسيب الصادق الأمين الناجح في شغله، تسيبه ازاي؟ بعتت صاحبتها تعرض عليه الجواز بطريقة تحفظ كرامتها. ناس كتير بتدور على التكافؤ الاجتماعي اللي هو مهم طبعا، والتكافؤ المادي وتقارب السن، ومع كده بنلاقي كتير منهم في المحاكم. شوفوا في المحاكم هتلاقوا أغلبهم قريبين من بعض من نفس الطبقة، بس السبب الأساسي مفيش تكافؤ نفسي ولا أهداف مشتركة، مش قادرين يتفاهموا مع بعض ولا يعرفوا ولا يديروا خلافاتهم. التكافؤ النفسي مهم جدا. هتسألوني هو ينفع جوازة زي دي دلوقتي؟ فرق السن الكبير ده؟ هقول لكم الراجل اللي واثق في نفسه زي النبي صلى الله عليه وسلم مش بيحس بتهديد من نجاح زوجته ولا من إنها أغنى منه. والست الواعية اللي زي أمنا خديجة ما بتستخدمش قوتها ونجاحها ومالها عشان تسيطر في العلاقة. فالعلاقة دي مش لأي حد، لازم الطرفين يكونوا على مستوى واعي، علاقة فيها احترام ووعي باحتياجاتهم الاتنين. تاني معيار عدم الإجبار، لا المعنوي ولا الإجبار الفعلي. في صحابية اسمها خنساء الأنصارية رضي الله عنها، قالت للنبي إن باباها أجبرها على الجواز وهي سيب، وإن هي مش حابة ده. الرسول أبطل الزواج فورا، ما ينفعش خالص تجبر البنت على جوازة. دور الأهل النصيحة، يبينوا لها رأيهم، فلان ده يا بنتي فيه كذا وفيه كذا، فلان ده يا بنتي فيه المميزات دي وفيه العيوب دي، وهي حرة. الإجبار هيخلي جواها غضب مكتوم وكره ممكن يتحول لرغبة في الانتقام بعدين. ابعدوا عن الكلام اللي بيضغط ضغط معنوي، ما تستخدموش الدين كسلاح ولا العادات. يعني ما ينفعش تقول لها ده راجل صالح بترفضيه يبقى انت ما عندكيش دين، ما ينفعش نقول لها انت عاقبه في طريق اخواتك او عشان خاطر اقبلي بيه. اوعوا تدخلوا في علاقات وانتم مجبرين او تحت ضغط. تكلفه الانسحاب دلوقتي اقل بكتير من الندم والطلاق. ثالث معيار عشان تختاري شريك حياتك صح، القبول الشكلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمغيرة لما جاي يخطب واحدة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني يحصل وئام ومحبة وألفة بينكم. الانجذاب الشكلي مش سطحية، ده عامل مهم لاستمرار العلاقة والعفة. غياب القبول الشكلي بعدين بيوصل للبرود العاطفي والإهمال، وأحيانا البحث عن التعويض خارج إطار الزواج. بلاش مثالية مش حقيقية، ونقول إن الجمال الداخلي أهم. الاتنين مهمين، كل واحد عنده معايير شكلية مختلفة، بس المهم نكون راضيين عن شكل بعض. رابع معيار النضج العاطفي واحترام القرار. من علامات النضج العاطفي انك ما تتجوزيش من باب الشفقة وما تتمسكيش بحد مش عايزك. هحكي لكم قصة من ايام النبي، قصة مغيث
اللي بيحب زوجته بريرة كان بيحبها بجنون، بيطوف وراها يبكي في الطرقات بعد ما هي اختارت ان هي ما عادتش عاوزاه. بعد عتقها بيبقى لها الاختيار تكمل او لا. رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليه وشفع له عندها، قال لها لو راجعتيه يعني ممكن ترجعي له. قالت بوعي ونضج تأمرني يا رسول الله؟ قال لها انما انا شافع، انا جاي بس اشفع له. فقالت له بوضوح لا حاجة لي فيه. النضج العاطفي يعني تعرف انت عاوز ايه وتحترم قرار الطرف الاخر. بريرة علمتنا ان لأ حق مشروع، والنبي علمنا احترام اللأ دي. نصيحة مني كلايف كوتش في العلاقات، لو حد تقدم لك وبعدين قرر يرجع احترمي قراره وما تجريش وراه. وانت كمان لو حسيت بعد فترة انها ما بقتش عاوزاك او انك مش مناسب ليها، ده مش معناه انك فيك حاجة وحشة، بس ممكن تكونوا انتوا الاتنين مش متوافقين. حاجة حابة اقولها لك، حطوا حدود صحية بينكم، ما تخلوش الطرف التاني هو كل حياتكم. كل واحد فيكم لازم يبقى عنده اهتمامات مختلفة. الانسان بطبعه بيحترم الشريك بتاعه اللي عنده العالم الخاص بتاعه، مش دايب فيه تماما. المعيار الخامس، المسؤولية المادية والعاطفية. فاطمة بنت قيس جات للنبي تستشيره في 2 متقدمين يخطبوها، معاوية وأبو الجهم. النبي قالها بوضوح لأن المستشار مؤتمن، أما معاوية فلا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما عابش الفقر، بس عاب الإهمال، الإنسان اللي مش كسيب، اللي مش بيحاول ولا عنده طموح، لأن الضغوط المالية القاسية بتقتل العاطفة مع الوقت. فاحنا هنا بندور على الراجل المسؤول الكسيب اللي البنت تحس معاه بالأمان المالي والجسدي والنفسي. اوعي تاخدي الشخص العنيف اللي بيضرب أو اللي بيأذي جسديا، لأن غالبا ده بيبقى عنده اضطراب نفسي، وده فعلا خطر حقيقي ما ينفعش نتهاون فيه ولا ينفع نبرره بأي حاجة. لو عايزة تعرفي حقيقة الراجل بجد، راقبي تعامله مع الستات في كل حياته. بتعامل ازاي مع مامته، مع اخواته، بتعامل ازاي مع الستات في الشارع، بيتكلم ازاي عن الست، بيتكلم عنها باحترام ولا بإهانة. اوعي تتجوزي واحد علشان السي في بتاعه ممتاز، اتجوزي الحنين اللي ما يهونش عليه زعلك. المعيار السادس، الوعي بالاحتياجات الشخصية، يعني تبقي عارفة ايه الشخصية اللي تناسب احتياجاتك. سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة العادل اتقدم علشان يخطب أم كلثوم بنت أبي بكر، رفضته وقالت للسيدة عائشة هو خشن العيش شديد على النساء، ما انبهرتش عشان هو أمير المؤمنين. قالت بكل وضوح ان هي مش عايزاه، شخصيته مش مناسبة لشخصيتها. اللي بيحصل دلوقتي ان لو بنت رفضت حد زي سيدنا عمر هنشككها بدينها ونقول لها انتي مش عايزة الجنة، لكن الحقيقة ان هي واحدة عارفة احتياجاتها. سيدنا عمر على فكرة احترم رغبتها جدا وما قالش اي حاجة واحترم قرارها. الخطوبة قرار حياة اتأنوا فيها، الإسلام سابق لعصره. لو فهمتوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله هتعيشوا حياة سهلة وسعيدة. علشان تقدر تقيم الشخص اللي قدامك صح، اسأل نفسك بصدق، هل في بينكم تناغم في الشخصية، تكافؤ نفسي؟ هل انت راضية عن شكله تماما؟ هل الشخص ده مسؤول ماليا ونفسيا؟ يعني هتبقي آمنة معاه ماليا وجسديا؟ هل أسلوب حياته وطباعه بتتناسب مع احتياجاتك الشخصية؟ لو الإجابة لأ، اتأني شوية وفكري، لأن الخطوبة قرار مصيري هيتوقف عليه حاجات كتير، قرار محتاج حكمة كبيرة وتفكير عميق. شوفي الهدي النبوي في الخطوبة وتعلميه وفهميه كويس وهتعيش حياة مستقرة. خدوا وقتكم في التفكير، ما تستعجلوش، لأن التأني في البدايات بيجيب السلامة في النهايات.